تلك الشعيرة التي عدها كثير من علماء المسلمين الركن السادس في الإسلام. ما أحوجنا إلى هذا الركن وأن نتمثله قولا وفعلا وعملا وحتى نصل إلى تلك الخيرية التي وصف الله بها هذه الأمة. عبرة وزير الثقافة وقد أبدى تلك الروح الطيبة بالاعتذار إلى الشعب السوري وانتهى الكلام. قد أشفقت والله على وزير الثقافة بعد أن رأيت الحال كذلك. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، واستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معاشر من آمنتم بالله ربا وبالحبيب محمد نبيا ورسولا وبالقرآن العظيم كتابا هاديا من عند الله منزلا، الله تبارك وتعالى من علينا بشعائر عظيمة للدين، ومن أعظم شعائر الدين التي أمرنا الله بها وجعلنا أهلا لها بإذن الله جل جلاله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلك الشعيرة التي عدها كثير من علماء المسلمين الركن السادس في الإسلام. تلك الشعيرة عدها كثير من علماء الإسلام ركنا سادسا من أركان الإسلام، لما لها من أهمية عظمى في كتاب الله عز وجل وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر من الله لنا في هذه الآية وفي آيات كثيرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هو أمر الله عز وجل، وهو من أعظم وظائف الأنبياء والرسل، كما قال الحق تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم وظائف الأنبياء والرسل، وهو من أعظم صفات أهل الإيمان. انظر إلى تدرج هذه الآيات، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل جعلت كثيرا من علماء الإسلام يعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام. وما أحوجنا إلى هذا الركن وأن نتمثله قولا وفعلا وعملا، وخصوصا في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى فضل الله عز وجل، نحتاج فيها إلى التثبيت في أرض الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم يا عباد الله، تلك الأوامر الإلهية التي أمرنا الله بها حتى نصل إلى تلك الخيرية التي وصف الله بها هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف وبما
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المعروف الذي كما عرفه العلماء هو ما تعارف عليه البشر من أعمال الخير والهدى وتطمئن إليه النفوس من أعمال الخير، والمنكر هو ما أنكره البشر وابتعدت عنه من أفعال الشر والسوء كالخيانة والظلم وغيرها من أفعال السوء. هكذا ببساطة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولعل من جملة الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حدث منذ عدة أيام لوزير الثقافة السوري، الذي جعلت الكثيرين ممن هم مثلي يقفون متحيرين متعجبين مما حدث، أن لشخصية رسمية محسوبة على الدولة السورية الجديدة التي هي وليدة الثورة السورية العظيمة، أن لشخصية رسمية أن تلبي دعوة لأحد أكابر مجرميها الذي كان عونا لإيران وأذرعها ممن يعيثون في الأرض فسادا وتقتيلا وتدميرا وتغييبا لعباد الله في السجون والمعتقلات. لربما يقول قائل أن وزير الثقافة لا يعلم عن حال الداعي. أقول هذه حجة داحضة، أقول هذه حجة واهية. لماذا؟ لأن الأمر ليس مصادفة ولقاء في الشارع وتفضل لي عندنا لتأكل وليمة، إنما هو أمر بدعوة رسمية مسبقة وحضور احتفالي وشكليات مستفزة من قبل الداعين الذين استضافوا وزير الثقافة وهو لا يعلم عن حال أولئك. أقول ونحن الذين نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أقلنا عثرة وزير الثقافة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقد أقلنا عثرته، وخصوصا بعد أن قدم اعتذارا للشعب السوري، الشعب السوري المكلوم الذي ما زال يعيش جراحاته على غياب أحبابه في المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية. قد أقلنا عثرتك بعد أن اعتذرت، ووالله قد أشفقنا على حالك، قد أشفقنا على حالك بعد أن جعل أولئك أصحاب الأقلام المأجورة وأصحاب القروات المشبوهة جعلوك مادة ليبرزوا أنفسهم أنهم أصحاب الثورة وأنهم أصحاب الدم وأنهم أصحاب كذا، وهم الذين كانوا بالأمس يقولون اللهم انصر سيادة الرئيس بشار الأسد. هكذا تصدى لهذه المسألة أولئك الرويبضة. تجد منهم من كان عند النظام البائد يقف على المنبر ويقول اللهم انصر بشار الأسد. قد أشفقت والله على وزير الثقافة بعد أن رأيت الحال كذلك، عدا عن الذي يجلس في ألمانيا والذي يجلس في الصين ويجلس في أمريكا وجعل نفسه ونصب نفسه مدافعا منافحا عن دماء الشهداء في أرض الشام. قد أقلنا عثرة وزير الثقافة وقد أبدى تلك الروح الطيبة بالاعتذار إلى الشعب السوري وانتهى الكلام، ولعلها أن تكون خير، أن تكون خيرا يستفاد منه، بدرس يستفاد منه له ولكثير من المسؤولين حتى لا يقعوا في هذا الأمر الخطير وهم في حال المسؤولية الرسمية. نعم، لعلها خير حتى تكون رسالة لهم أن لا يقعوا في مثل هذا الأمر.
وتصحيحا لمفهوم لربما يظنه أولئك المكوعون الذين ممن ولغت أيديهم في دماء أهل الشام، تصحيحا للمفهوم أن الذي حدث بعد التحرير والفتح المبين في أرض الشام ليس مصالحة معكم يا أوغاد، ليس مصالحة معكم يا شبيحة، وإنما عفو يقظ. فدماء الشهداء ليس لأحد أن يعفو ويتجاوز عنها أبدا إلا أصحاب الدم. هيهات 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 هيهات. نعم، امتثل وزير الثقافة للأمر بالمعروف وانتهى عما كان عليه من المنكر من قبل أولئك الداعين لتلك الوليمة المستفزة للشعب السوري، الشعب السوري الثائر المناضل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.